على ضيفه الوداد المغربي ب4 أهداف دون رد في ذهاب نصف النهائي. وأعلن الوداد البيضاوي منذ قليل إقالة مدربه الويلزي تاتشاك. كان التاريخ في صالح الزمالك المصري قبل مباراته مع ضيفه الوداد المغربي في ذهاب دور الأربعة لدوري أبطال إفريقيا، فالمواجهة الرسمية الوحيدة السابقة انتهت بفوز الفريق المصري بكأس السوبر القارية في 2003. إلا أن الفريق الضيف سعى لكتابة تاريخ جديد، خصوصا أن المدرب الويلزي جون توشاك واجه ضغوطا جماهيرية كبيرة عقب خروجه من دور 16 للكأس المحلية قبل أيام، غير أن توشاك فوجئ بهدف مباغت في مرمى فريقه بعد مجهود فردي من محمود عبد الرازق المعروف بشيكابالا في الدقيقة الرابعة. وأثار الهدف حماس لاعبي الزمالك، فنجح أيمن حفني في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 18 مؤكدا سيطرة أصحاب الملعب على المباراة. ورغم المحاولات المغربية لم تتغير نتيجة المباراة في الشوط الأول، ولم تكن بداية الشوط الثاني سوى تأكيد على سيطرة الزمالك، حيث نجح باسم مرسي في إضافة الهدف الثالث بحلول الدقيقة 49. عند الدقيقة الرابعة من انطلاقة الشوط الثاني، وجاءت كلمة النهاية في الدقيقة 73 حين تمكن مصطفى فتحي من إحراز الهدف الرابع من علامة الجزاء، وهي النتيجة التي انعكست على وجوه لاعبي الوداد قبل أن يرد الزمالك الزيارة في 24 من الشهر الجاري.